خلال عملية تمشيطية قاموا بها رجال الأمن البارح في جهة عين دراهم الحدود الجزائرية، تم إلقاء القبض على زوج أشخاص كانوا مسلحين من جنسية أجنبية. يظهر أنه العملية هذه خلت 3 أشخاص على متن سيارة يحاولوا الاعتداء على مركز حرس حدود منطقة ببوش. السيارة هذه كانت توقفت البارح في الليل قدام المركز المذكور، وبط منها الشخص قام بإطلاق الرصاص في اتجاه أعوان الحرس اللي ردوا عليه وأصابوه على مستوى رجله. فتم نقله للمستشفى الجهوي في جندوبة وين تلقى الإسعافات الأولية، وتم نقله مباشرة إلى تونس العاصمة وسط حضور أمني كثيف وتكتم كبير على هويته وجنسيته. لكن حسب مصادرنا فإنه من خلال لهجته الشخص هذا تونسي. أهم ما صرح به وقت لوه على اسمه هو مجاهد في سبيل الله. بالنسبة للسيارة ما تمش إلقاء القبض عليها، وعملية التمشيط البارح تواصلت في جهة عين دراهم وفرنانة على الحدود الجزائرية، وحتى في مدينة جندوبة فإنه الدوريات الأمنية كانت متمركزة في مداخل المدينة، كانت تقوم بمراقبة وتفتيش جميع السيارات كذلك حتى المترجلين.